www.mesregals.com. انه نادي الزمالك فتح مفاوضات قويه جدا مع امير عبد الحميد. مع بنزيما؟ لا، مع امير عبد الحميد حارس مرمى النادي المصري، وان اعلن الاستاذ كامل ابو علي موافقته على انتقال امير عبد الحميد من النادي المصري الى نادي الزمالك. هل الصفقه وصلت لفين؟ هل نجحت؟ هل توقفت؟ هل امير عبد الحميد؟ مساء النور يا امير. مساء النور يا كابتن مدحت. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ بمثل لحضرتك وبمثل طبعا على الاستاذ محمود معروف والاستاذ فتحي سند. اهلا يا امير، ازيك؟ ازي حضرتك؟ بالتوفيق يا امير في اي مكان تلعب فيه، انت حارس اكتر من رائع والله. الله يخليك. ايه اللي حصل بقى يا امير؟ قول لنا. بص يا كابتن، هو طبعا يمكن نادي الزمالك فتح التفاوض معايا فعلا وكلموني، لكن طبعا نادي الزمالك نادي محترم واتكلم بالخطوط الشرعيه، قال ان احنا هنبعت لك فاكس للنادي المصري، وفعلا بالفعل النهارده جه فاكس للنادي المصري. نادي الزمالك طالب في تعاقد مع اللاعب امير عبد الحميد، ويمكن مستر كامل وكابتن طلعت وكل الناس في النادي الحمد لله كانوا موافقين على الخطوه دي، لان طبعا هم ناس محترمه جدا، وفي نفس الوقت وقفوا جنبي جدا في الموضوع دوت، وقالوا لي اهم حاجه يعني مصلحتك ومصلحه النادي برضه في نفس الوقت. وانا بصراحه يا كابتن لما جيت فكرت في مصلحه النادي وفي مصلحتي، ان انا فاضل لي 6 شهور في عادي وليا حق التعاقد او المفاوضات مع اي نادي. اوكي. كله. فالحمد لله المفاوضات، يمكن انا كمان قعدت مع ناس فعلا في نادي الزمالك واتفقنا على كل حاجه. يمكن النهارده كان في اجتماع العصر تقريبا الساعه حوالي 4:30 ان في خلاص يعني اتكلمنا في حته العقد وكده، ولكن انا جالي خبر من بعض المسؤولين برضه في نادي الزمالك ان في حاجات مش مظبوطه في حته الفلوس. يعني ايه مش مظبوطه يا امير؟ يعني هم مش موافقين تقريبا على طلباتي في حاجات معينه. طلباتك انت الشخصيه يعني. وانا طلباتي بامانه يا كابتن طلبات عاديه مش غاليه، وفي نفس الوقت انا يمكن في النادي المصري الحمد لله الناس مقدريني كويس جدا ماديا، ما عنديش مشكله. كن حضرتك انت عارف نادي الزمالك برضه نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه طبعا. وبيتك؟ لا انا كنت بلعب في الاهلي. طب جنب بيتك. هو اهلاوي طبعا. اتفضل. نسايبك في الزمالك. نسايبك. انت عارف حضرتك طبعا الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المصري ونادي الاسماعيلي، الانديه الكبيره دي اي حد بيبقى يتمنى يلعب فيهم، لان طبعا اي حد بيخش اي نادي من الانديه الكبيره دي بتتحسب له اولا، ثانيا بترفع من اسمه. وانا قلت ان دي فرصه طبعا. يمكن انا لعبت في النادي الاهلي قبل كده وفي النادي المصري الحمد لله، ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان انا ارجع ثاني بعد ان موضوعي مع النادي الاهلي. وجماهير النادي المصري لهم الفضل عليا وزمايلي وكل الناس بصراحه. اكيد. وانت حارس كبير يا امير. طيب اختاروك رسمي بعد موافقتهم على طلباتك؟ والله يا كابتن في حاجه غريبه حصلت، يعني انا في حد كلمني من الناس اللي انا قعدت معاهم، قالوا لي ان هم طبعا هم ما وافقوش على الشروط، رغم ان انا كنت بصراحه يا كابتن طالب 2.5 سنين عادي. يمكن المسؤول اللي انا قعدت معاه مش فاكر اسمه اتكلم معايا وقال لي، انا كنت معاه امبارح الساعه 1:30 المهم من بعض المسؤولين في النادي المصري على فكره. كويس. فالمهم قال لي احتمال يكون المعارضه او التعارض كله على السنه اللي هي الاخيره. قلت له يعني ربنا يسهل ونتكلم فيها دي ما فيهاش مشكله. لان طبعا دي فرصه حضرتك عارف الزمالك برضه نادي كبير. لكن توقفت يعني يا امير؟ هم كان قال لي كده في الاجتماع، بعد كده قالوا لي ان هم مش موافقين على التوتال كله بتاع الفلوس بتاع اوكي. فقلت لهم خلاص اوكي انا ما عنديش مشكله. انا طب فلوس المصري اللي هو طالبها موافقين عليها؟ على فكره النادي المصري ما اتكلمش في الفلوس خالص، يعني النادي المصري كان مستر كامل وكابتن طلعت والمسؤولين ما عندهمش اي مشكله خالص، يعني مش وافق. طب هل الكابتن حسن شحاته شخصيا كلمك يا امير؟ لا هو الكابتن حسن ما كلمنيش طبعا، ولكن في مسؤول طبعا كلمني. الدكتور عبد الله؟ انا فعلا كنت موجود مع دكتور عبد الله جورج. اوكي خلاص، يبقى هو مفوض من الجهاز الفني اكيد. هو رئيس لجنه. انا عارف ان الجهاز الفني الحمد لله طالبيني الحمد لله، ودي حاجه كويسه. طبعا يا امير انت حارس كبير. فطبعا انا فوجئت ان هم مش موافقين على ال 2.5 دي في المادات. عايزين يعملها 1.5 سنة. لا
ها مش عدد السنين، الفلوس. الفلوس نفسها. وهل انت مستعد للتفاوض في الجزئيه دي؟ والله كده انا الفكره ان هم كانوا مثلا دكتور عبد الله قال لي ان السنه الثالثه هيبقى فيها مشكله، ففوجئت النهارده ان النص سنه والسنه اللي بعديها فيهم مشاكل. خلاص يبقى الامور كده واضحه. بص اقول لك حاجه يا امير، قلت لهم يا كابتن، قلت لهم انا طبعا انا كان شرف ليا طبعا ان انا العب في نادي الزمالك، ولكن انا مرتبط بعقد مع نادي المصري. لو الامور مشيت والامور مشيت في الخطوط الصحيحه انا هبقى موجود في نادي الزمالك. ما كانش هتكمل ال6 اشهر وبعدين تاخد قرارك كيفما شئت. انت مليون نادي يتمناك يا امير، هبقى فري كمان في اخر السنه دي، وهتبقى مليون نادي هيتمناك ان شاء الله. التوفيق يا امير يا حبيبي، التوفيق. حضرتك جدا. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا. بس هو الشكل مش حلو. يعني بعد ما تقعد وتجيب اللعيب وتتكلم معاه وتتفق معاه على مده وعلى كذا وعلى ترجع تاني يعني ما اعرفش، يعني حد يحب يعقب يعني. انا يعني هي دي من مشاكل نادي الزمالك، ان ناس في المجلس في المجالس المتعاقبه وبيتكلموا باسم النادي وما لهمش كلمه. دي مأساة نادي بس هم اكيد الزمالك عرض مبلغ معين ايوه وما زودش عنه. يعني هو بيقول لك حتى مش عايزين ياخدوا ايدهم يعني بعد ما اتكلم هو بسال بيقول لك جورج. ايوه هو اتفق. وبعد رجع تاني قال له لا اصل في مشكله في المده، وبعدين بعد قال له مشكله في المده، رجع قال له لا اصل المبلغ كله، وبعدين اوكي طب ما اتكلمش معاه حتى في المبلغ. يعني فيها نوع من انواع التراجع، بس مش ما فيهوش يعني. هي فيها مفاجاه ان الزمالك يخش في الصفقه دي. يعني انا بالنسبه لي في وجود عبد الواحد. لا عبد الواحد طبعا لا، يعني ما كانش في الحسابات ان امير يخش في خايف تكرر تجربه عبد الواحد.